منذ أن أتم العدو الصهيوني احتلاله لفلسطين، والشعب الفلسطيني يتجرع مرارة الاحتلال ويدفع أثمان العدوان المتواصل على الأرض والإنسان. في ربيع عام 76 و900 وألف افتتحت الأرض ربيعها بانتفاضة ضد العدو، فلطمت وجهه بألق حضورها. حاولت حكومة رابين النازية أن تسلب 21,000 دنم من أراضي قريتي عرابة وسخنين، فأفشلها الشعب وأعادها خائبة. في ذلك الربيع أنبتت الأرض 6 شهداء، وتفتحت جراح المئات من فلسطيني عام 48، فأزهرت بالجمال وفاحت بالكرامة. ومع حلول الربيع من كل عام يحتفل الفلسطينيون بيوم الأرض، ويخلدون ذكرى شهدائها الأبطال، ليبقى الشعب متجذرا في أرضه المباركة.